القسم الرابع المتن هو أصول الفقه. وأصول الفقه اخترنا مرتقى الوصول إلى علم الأصول، نظمه ما يزيد على 849 بيتا. هذا المتن يكون جامعا، وإن كان هذا من المتوسط لأن عبارة المؤلف سلسة كما سيأتي توضيحه، فاخترناه ليجمع بين الفئتين، من هو مبتدئ يريد الإدراك، ومن هو في المتوسط يريد اللحاق. ثمرة هذا العلم قدرة على استنباط أحكام الشرعية بشكل صحيح، وضبط أصول الاستدلال، وصيانة الفقه الإسلامي. يعد علم أصول الفقه للفقه كعلوم الحديث للحديث. ضابط في تناول شيخنا والحاضرين. يقول الناظم رحمه الله: الباب الثاني المقدمات اللغوية. الفصل الأول اللغات. المبحث الثالث القياس في اللغة. وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طبعا لا زلنا مع مرتقى الوصول، ووقفنا عند المبحث الثالث الذي هو القياس، القياس في اللغة. القياس في اللغة، لأن المبحث الثاني هو في مبدأ اللغات، وهذا داخل فيه. فالخلاف الذي حصل بين أهل العلم في هذه المسألة: هل هناك قياس في اللغة أم لا قياس فيها؟ ولذلك قال عندكم الناظم: وبعضهم خالف جل الناس، ويقصد به هذا البعض ابن السريج وأبو إسحاق الشيرازي والرازي. قال: وبعضهم خالف جل الناس، يقصده الجمهور، فأثبت اللغة بالقياس، معنى يثبتون القياس في اللغة كإثباته في الشرع. ومر معنا أنه لم يمر، لكن سيأتي هنا بالنسبة لنا. لماذا هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا يسمى شرعي. فهل يقع في اللغة؟ خلاف بين أهل العلم. اكتب: القياس في اللغة. اتفقوا على أن الأعلام هي الأسماء، الأعلام زيد وبكر وعمر لا قياس فيها، وهذه التي تسمعونها كثيرا، الأسماء غير معللة، أسماء غير معللة، إذا لا قياس فيها لأنها ثابتة بالوضع. والمقصود بهذا يعني غير معقولة المعنى، ثابتة بالوضع على ذوات معينة. وكذلك لا يجوز في الصفات، لأنها ثابتة بالوضع اضطرادا. شنو؟ لأنها ثابتة بالوضع اضطرادا. واختلفوا في أسماء الأجناس والأنواع، واختلفوا في أسماء الأجناس والأنواع، كالخمر والسارق واللائط
اللائط الذي يعمل عمل قوم لوط. فهل يجوز إطلاق السارق على النباش للقبور؟ فهل يجوز إطلاق السارق على النباش للقبور والمختلس؟ وهل يجوز إطلاق الخمر على كل ما أذهب العقل كالمخدرات بعلة التغطية؟ وهذا فيه خلاف على قولين. القول الأول أنه يجوز القياس في اللغة، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وأكثر الحنابلة. لذلك يسمون النبيذ خمرا، والنباش سارقا، واللائط زانيا. القول الثاني هو قول الحنفية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول الجمهور: لا يجوز القياس في اللغة. لا يجوز القياس في اللغة. والمسألة صراحة شائكة. فهل المثبت للقياس لا شك أنه إثباته بالقياس يقتضي إلحاق الحكم في المقيس، لكن باعتبار النافي كيف يكون إلحاقه مثلا كالنبيذ؟ فهل يجوز شرب النبيذ؟ طيب لا، الآن هل نبيذ الآن في السؤال النبيذ هل يجوز شربه، أو الحكم متى يكون النبيذ حراما؟ إذا اشتد. طب إذن يجوز شرب النبيذ ولا لا؟ شنو هو النبيذ؟ هو المنقع، هو اللي كيقول إحنا المنقع، لكناش تنقيعه إن كان التنقيع دون الزبد، ولذلك لا يتعدى يومين، قالوا إلى 3، فإن تعدى ذلك فزبد صار خمرا محرما. قبله لا. بحال مثلا كتشد الزبيب وتخليه الليلة والغد ليه، هذا هو اللي يسمى هذا نبيذ، هذا لأنه ينبذ فيه بمعنى ينقع فيه، فهل هذا محرم؟ هل يلحق على الخمر؟ إذن إلحاقه بالقياس هذا تحريمه ليس من جهة القياس، تحريمه بعد بالنص. لذلك قبيله تحريمه يكون ثابت باش بالنص، لأنه القاعدة الكلية ما أسكر قليل فكثير حرام. وش فهمنا؟ فهل معنى يجوز القياس أو لا يجوز؟ اكتب: والذي يظهر الله تعالى أعلم أن باب القياس في اللغة يؤدي إلى اضطرابها وفشو الاشتراك المعنوي فيها، وفشو الاشتراك المعنوي
فيها وهو خلاف الأصل والغرض من الوضع. ثمرة الخلاف أن بنت عليه مسائل، وهذه المسائل هي فروع فقهية. منها أولا: هل النبيذ خمر؟ فمن قال بالقياس في اللغة أثبت حرمته ورتب عليه العقوبة، ومن منع ايش منع؟ قياس في اللغة، لا، منع القياس في اللغة. أباح النبيذ إن كان قليلا ولم يسكر. المسألة الثانية: هل النباش سارق تقطع يده أم لا؟ والراجح عدم قطع يده. علاش ما قطعناش يده؟ بناء على عمل الصحابة. نعم، واضح فعل الصحابة أنهم لم يقطعوا يده. المسألة الثالثة: هل اللائط زاني فيأخذ أحكام الزنا من الجلد للبكر والرجم للمحصن أم لا؟ فالمثبت جعلوه كالزاني، وعند النافي أنه يقتل مطلقا. علاش؟ لأنه في نص، هذا يقتل ما فيش قياس، في نص أنه يقتل مطلقا، وهو قول الجمهور لورود النص. لذلك كما قال ابن عباس أنه يرفع إلى شاهق ويرمى منه ويتبع بالحجارة، لقول الله عز وجل: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من السماء. طيب، إذن وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. نعم. الفصل الثاني في أسماء الألفاظ. المبحث الأول: نسبة الألفاظ للمعاني. اللفظ والمعنى إذا تعددا مع تباين كراح واغتدى، وفي اتحاد متواء إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي يشكك كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعددا العين فهو الاشتراك وردا. وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منه ما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. نعم. إذن هنا فصل آخر في أسماء الألفاظ، وفيها نسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني: اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. واتحاد اللفظ واختلاف المعنى. لذلك بدأ بالتباين، لأن عندنا التباين وعندنا التواطؤ وعندنا المشكك وعندنا الاشتراك. بدأ بالتباين فقال: اللفظ والمعنى إذا تعدد معا. إذن عندنا اختلاف اللفظ واختلاف المعنى، لأن قال: اللفظ والمعنى إذا تعدد معا. إذن حصل بينهما اختلاف، لا في اللفظ ولا في المعنى. هذا يسمى تباين، ويطلق عليه أيضا تضاد.
قال معا تباين، معنى المقصود بالتباين افتراق وتباعد. ومثل له عندكم بكراح واغتدى، فالرواح آخر النهار والغدو أول النهار. في تضاد لما في تضاد، فيه تضاد. قال وفي اتحاد متواطن إن ظهر. ويتكلم الآن عن المتواطئ، والمتواطئ في اللغة هو التوافق. التواطؤ في اللغة هو التوافق، واصطلاحا هو ما اتحد لفظه ومعناه وتساوت أفراده في معناه الكلي. عندنا اتحاد اللفظ، اتحاد المعنى، وعندنا التساوي. لابد أن تكون هناك تساوت أفراده في ذلك المعنى الكلي. إن اختلفت دخلنا في شيء آخر. وإن حصل الاتحاد اللفظ اتحاد المعنى لنا سندخل في المشترك. هنا قال وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي. فيه تساوي، يعني لابد أن يحصل التساوي في جميع أفراده، يعني أن يتساووا في المعنى الكلي. قال عندكم مثال أرض وشجر، فالأرض هذا يتفق فيه في أي مكان كان، سواء كان ببغداد أو بالحجاز، فتسمى أرض. إذا تساوت فيه أفراده في المعنى الكلي. والشجر عندنا الشجر سواء كانت نخل أو سدر يطلق عليها شجر، تساوت أفراده في المعنى الكلي الذي هو شجر. فإن حصل التفاوت، المقصود بالتفاوت هنا في المعنى الكلي، فقال هنا ومع تفاوت لديه باد مشكك كالنور والسواد. يعني معناه وتفاوتت إن حصل التفاوت في معناه الكلي بين الأفراد. يطلق عليه مشكك بالكسر. والمشكك في اللغة أو التشكيك هو التردد. طيب في الاصطلاح هو ما اتحد لفظه ومعناه، لكن تفاوتت أفراده في المعنى الكلي. وضرب لكم مثال كالنور والسواد. النور عندنا نور يطلق على نور الشمس، ويطلق النور على نور السراج. نور اتحد اللفظ واتحد المعنى، لكن أفراده في المعنى الكلي مختلفة. هل نور الشمس هو نور السراج؟ متفاوت، إذن سمي مشكك. والسواد أيضا سواد الإنسان وسواد الغراب اتحدوا ولا اختلفوا في المعنى الكلي؟ لا، اختلفوا في المعنى الكلي. تفاوت بينهما في الدرجات، فلذلك كان مشكك. اكتب وسمي مشككا لكونه يشكك الناظر فيه، لكونه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ أو مشترك. ثم قال وما يرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف. إذا معناه يشير إلى المرادف. إذا ما هو المرادف؟ هو ما اتحد معناه واختلف لفظه. قفزت بيتان. عيب، رجعوا سيدي.
كالنور والسواد. قال وما به المعنى فقد تعدد كالعين فهو الاشتراك ورد. إذن عندنا المشكك، وعندنا الاشتراك الذي هو المشترك. أشنو هو المشترك؟ اتحد لفظه وتعدد معناه. اتحد لفظه وتعدد معناه، لذلك قال وما به المعنى فقد تعدد. إذن اللفظ متحد، المعنى متعدد. كالعين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية. الماء الجاري يسمى عينا، كذلك على الجاسوس. لكن في الجاسوس لا، في الجاسوس مجازي، في العين الجارية حقيقي، لأن سيأتينا بعد ذلك. انتبه. وعندنا في العين الباصرة حقيقي أيضا، لكن في الجاسوس مجازي، فلذلك لا يدخل في مسألة الترادف. لذلك قال وما به المعنى فقد تعدد في المشتري. كالعين فهو الاشتراك ورد. والاشتراك لغة هو الشراكة من الشركة. ثم قال وما يرى لنوع ذا يخالف، أي هو المترادف، هو ما اتحد معناه واختلف لفظه. كالبر والقمح، المعنى واحد ولا مش المعنى واحد، لكن اللفظ مختلف، لأن البر ليس هو القمح في اللفظ، لكن في المعنى هم واحد، لذلك يسمى المرادف، هو المرادف. وسيأتينا لبعض أهل العلم ينفي الترادف، يقول لا ترادف. سنعرف من الذي يمنع من الترادف. قوله هذا ليس على الإطلاق، هم لا يريدون مطلق الترادف، لا، لكن يريدون نوعا معينا هو الذي لا يرونه ولا يعتبرونه مرادفا. قال وليس منه ما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. معنى إن حصلت زيادة في المعنى لا يدخل في الترادف. هذا عند الناظم وعند بعض الأصوليين، لا يرون الترادف إن كانت هناك زيادة، وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى لكن في المعنى زيادة، هذا لا يعتبرونه ترادفا. وضرب له مثال بالسيف، زيادة مثلا السيف والمهند، المهند هو السيف نفسه، لكن هناك زيادة أن المهند صناعته بالهند، فلذلك قالوا هذا لا يعتبر ترادف. هذا عند من؟ عند الناظم وعند بعض الأصوليين، والبعض الآخر يرونه من الترادف، هذه الزيادة لا تؤثر في المعنى. طيب اكتب والتحقيق. التحقيق فاش؟ في الترادف. أحسنت. والتحقيق أن الترادف نوعان. الأول أن يدل الاسم على مسمى واحد باعتبار الذات، أن يدل الاسم على مسمى واحد باعتبار الذات كالبر والقمح، كالبر والقمح. الثاني يعني النوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متباينة كأسماء السيف وأسماء اليوم الآخر وأسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مترادفة باعتبار الذات متباينة باعتبار الصفات. فباعتبار الذات هي مترادفة، لكن باعتبار الصفات هي متباينة. وقد أوضح ابن القيم، هذا اللي بغينا نقول لكم، أن من أنكر الترادف في اللغة
فالمراد به النوع الثاني. شنو النوع الثاني؟ ذات واحدة باعتبار الذات واحدة وباعتبار الصفات هذا اللي يقول لك ليس هناك ترادف وله وجه، هذا الذي ينكرونه. أما الأول فلا إنكار فيه. طيب، فالمراد به النوع الثاني لأنه هذا التعليل ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة. إذا لابد يحصل فرق في الصفة، في النسبة، في الإضافة، مع أن الذات واحدة، مع أن الذات واحدة. الله أعلم. قال ابن تيمية: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. علاش؟ شو اللي فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ عود. فإن الترادف في اللغة إما قال قليل، هو يراه قليلا. علاش؟ لأنه يقصد الاعتبار الأول ولا الثاني؟ ثاني، من الأول موجود. طيب، قال قليل. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. علاش؟ السياق والإضافة، لأنه بلاغة القرآن، ماشي، دقة القرآن بالصفات. كل كان البحر بجد كلمات ربي نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لا، ولكن العلة مفصل. طب هو إعجاز؟ لا، هو مفصل تفصيل، لكن فينا هو فين تفصيل. اختلاف الأحكام الشرعية ونزول الآيات في كل حكم شرعي. يركز مزيان. مش قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي شنو مبين؟ واضح. إذا معناه رفع اللبس، لذلك الترادف يكون فيه على القول الثاني يكون فيه لأنه قد يحتمل المعاني الكثيرة، فلذلك لابد أن تكون هناك دقة في اللفظ. فلذلك هذول قصة شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك قال إما أن يكون نادرا أو معدوم. اكتب: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. وده برجع للي قال شكون اللي قال إعجاز؟ أحسنت، قال لمعناه. وهذا من أسباب إعجاز القرآن، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. وضحت هذه الفكرة؟ طيب، نعم، شحالنا؟ مزيان، زيد. المبحث الثاني: مسائل في الاشتراك والترادف. المسألة الأولى: شرط الاشتراك. الوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو من نقل الجمع. نعم.
إذن مسائل في الاشتراك والترادف، وذكر الاشتراك قبله وذكر معنى الترادف. قال هنا الوضع شرط الوضع شرط شرط الاشتراك، الوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، يعني معناه حيث يأتي الاشتراك يشترط فيه ماذا؟ الوضع، يعني معناه حقيقته. لذلك أكتب يشترط في اللفظ المشترك أن تكون معانيه موضوعة حقيقة. هذه الذي أشرنا إليه سالفا. فاش العين، قلنا العين بالنسبة للباصرة حقيقة، وبالنسبة للماء الجاري حقيقة. فإذا لابد حتى نقول بالاشتراك الوضع لابد أن يكون الوضع حقيقة، معناه وضع حقيقة لا مجازا. فإن حصل المجاز فلا اشتراك. فمن المقصود إن كان مجازا أحدهما حقيقة والثاني مجاز فلا اشتراك. إذا خصهم يكونوا بجوج فاش حقيقة. سيأتيكم كالقرء والحيض. القرء يطلق على الطهر حقيقة ويطلق على الحيض حقيقة. هنا شو لا اشتراك. فمن لذلك قال الوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، يعني يقصد بالوضع هو حقيقة، معناه الوضع حقيقة، يعني جاء اللفظ على حقيقته في وضعه، لما وضعوه لذلك المعنى، فمن على الحقيقة وليس على المجاز. وإلا فهو معنى إن لم يحصل فهو للنقل انتمى بمعنى يسمى منقولا. وش يسمى منقولا؟ أحسنت، أي أنه مجاز فيه. هذه اللي قلنا لكم أنه مجاز فيه. نعم. المسألة الثانية استعمال المشترك في معانيه. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيه خلف فيه وقع، والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث وجد. هنا زيد. الشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، حيثما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. في الكتاب منه بعد قد أتى مثل قروء حكمه قد سبق. طبعا تكلم هنا عن الأبيات عقدها لبيان استعمال المشترك في معانيه، هذه المعاني المتعددة كيف يستعمل على دفعة في جميع معانيه، يجوز لا يجوز، ممتنع، فيه التوقف، هو الذي سيذكره في هذه الأبيات. فبدأ في الأول بالتوقف، وذكر أن الخلاف إشارة في البيت الأول. قال وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنييه، يعني ليس في معنى، قد يكون في 3 معاني، في 4 ويزيد، لكنه ذكر القليل الإشارة إلى الأكثر، لأن النظم لا يسعفه. فقال وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنييه الخلف فيه وقع، معنى وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. اكتب أن وقوع اللفظ المشترك في معنيين أو معان وضع لكل منهما حقيقة دفعة واحدة وقع فيه الخلاف.
باش تفهموها. واش يمكن دابا عندنا اللفظ هو مشترك له اشتراكه في معنيين أو يزيد، واش يمكن نستعملوه دفعة واحدة في جميعها أم لا؟ هذا هو الخلف. فهمتوا دابا؟ هذا هو الخلف. ولذلك سيشير المثال القرآن نفسه، واش يمكن نستعملوه في كلا المعنيين دفعة واحدة. مثلوا له ب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن كان طبعا لا نوافقهم على تفسير، قالوا الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة شنو هو؟ دعاء، ومن العباد لا دعاء. طيب جمع الآن المعنيين ولا ما جمع؟ لأن الأول رحمة والثاني دعاء. هل يمكن قد جمع ولا ما جمع؟ وإن كنا طبعا الآية فيها كل هذا دلت على معنى واحد وهو هو الثناء. ونحن ندعو الله عز وجل أن يزيد في الثناء فقط. إذا نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ على أي. طيب إذا وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنيي الخلف فيه وقع. سيبدأ الآن يذكر الخلاف. أوله هو التوقف، البيت الثاني في معنى التوقف. لذلك قال والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث وجد. يعني معناه إن جاءنا ذلك المشترك، يعني اللفظ المشترك جاءنا لكنه مجرد من القرائن. اكتب تحت مجردا، يعني مجردا عن القرائن المعينة لأحد معانيه. كان مجملا، اش غيولي؟ إلا ما كانش القرينة اش غيولي؟ مجمل. ما عرفناش إلا واحد فيهم صار مجملا. يحتاج تعيين ولا ما يحتاج تعيين؟ لذلك قال إن كان خاليا من القرينة مجردا عنها كان مجملا، لكن يحمل على جميع المعاني احتياطا. لكن يحمل على جميع المعاني احتياطا لا حقيقة. وهذا قول الآمدي واختاره الناظم. ايش قلنا؟ القول الأول توقف، القول الثاني الجواز، أشار إليه بالبيت الثالث. قال والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على. يعني معناه أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه، سواء كانت اثنتين أو فما فوق. خلينا نفكوا البيت تربطوا بالشرح. والشافعي حامل له على، يعني معناه يحمله الشافعي عند تجرده عن القرائن. احنا باقي كنتكلموا ما كايناش قرينه، لان لو كانت قرينه لابد ان نحمله على لان معينه، القرينه معينه. فوجب حمل اللفظ على تلك القرينه باش ما نسبقوش. اذا الشافعي ما كاينش قرائن. الاول قالاش بالتوقف، الشافعي يقولاش بجواز استعماله في جميع معانيه. لذلك قال يحمله عند تجرده من القرائن على ما يقتضيه الاشتراك، على ما يقتضيه الاشتراك من المعاني وإن كثرت. شكون اللي فهم البيت الثالث؟ شرحنا دابا شنو المقصود؟ استعماله ولا عدم استعماله؟ حقيقة ولا احتياطا؟ حقيقة على جميع تلك المعاني. هذا هو القول الثاني. علاش قلنا الجواز؟ يعني يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع
معانيه. طيب قال وحيثما احتفت به القرائن، إذا الآن الأولى ما كانش جرد من القرائن، الآن احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن، يعني بمعنى أنه ضامن في تعيين المراد، لأن القرينة يؤخذ بها في الحكم، وخصوصا أنها مبينة، يعني معينة على معرفة المراد من اللفظ المشترك، هل هذا المعنى أم ذاك المعنى. كاين شي إشكال؟ واش واضحة؟ التوقف والحد يؤدي الى نفس النتيجه. لا يعني التوقف نعمل بالمعاني احتياطا، هذا حقيقة فرق فاش في الاحتياط والحقيقة. علاش قلت لكم في الأول هل نستعمله احتياطا أم حقيقة؟ فهمت القصد ولا لا؟ لأن قد يقول مثلا إذا جاء الحكم حينما تقول التوقف هل أنا ملزم بإعطاء الحكم؟ لأنه متوقف ما تلزمنياش بالحكم، لكن لو قلت بالجواز ملزم ولا ماشي ملزم؟ ملزم بإعطائه. ليش؟ وقد أحمله على إحدى المعنيين، لكن إن حملته على إحدى المعنيين أشنو وليت مطالب باش؟ بالتعيين، يعني معناه كما كنقولوا تعليل لماذا؟ لأن ما كاينش دليل. لو كان الدليل هي القرينة، لأن من القرائن الأدلة ولا لا؟ يعني نص آخر قد يكون، أو استعمال اللفظ من جهة شعر العرب ولا كذا، هذا كذلك من القرينة. فمن هذا القصد. طيب البيت الثالث واضح، الرابع عفوا مش مفهوم؟ الأول مجرد من القرائن عرفنا فيه فيه قولان، قول الأول الذي هو التوقف، الثاني الجواز. إذا احتفت به القرائن ما عندناش إشكال. علاش؟ لأن القرينة ضامنة في تعيين المراد. واش وضح هذا الآن؟ طيب وقال هنا وفي الكتاب منه بعض قد أتى. شنو هو اللي قد أتى؟ المشترك. قال وفي الكتاب معنى يقصد أنه في القرآن منه بعض قد أتى مثل قروء، يعني يقصد القرء، يقصد به القرء. والقرء طبعا قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لذلك اختلفوا المراد بالقرء لأنه لفظ مشترك ما بين الطهر وما بين الحيض. فهل يحمل على الطهر أم يحمل على الحيض؟ لا شك أن للخلاف ثمرة. هذه ماشي دابا احنا قريناها ديزة يقول لك واحد ومن على الصداع، لا سيرة مبناء على الحكم. لأن انت كنناقشوا المسائل حينما يكون لها ثمرة مؤثرة فاش في الأحكام، حيث ما كانش مؤثرة غنقول لكم أنا هذا لا اعتبار له جزء كما قلنا في الأول. هذه لا علاقة لها بالأصول، مسألة لا علاقة لها بالأصول، لا هذه لها علاقة بل وعلاقة وطيدة، لأن مبنى الحكم على الألفاظ، والألفاظ لها مدلولات، فحملها على المدلولات هو مهمة الأصول. فهمنا القصد دابا؟ فلذلك هنا ملي كنقول القرء كيف الثمرة؟ لأن لو اعتددنا لو كانت العدة بالقرء على أنه حيض تكون العدة أقل في العدد بالنسبة لو أخذناه بالطهر، لأن الحيض ستكون 3 حيضات 3 قروء، إذا تحيض فتطهر، تحيض فتطهر، بمجرد حيضتها انقضت العدة، لأن هذه 3 قروء إن حملناها على الحيض. طيب إن حملناها على الطهر غتولي الأولى تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم تحيض، باقي ما انقضتش العدة حتى تكمل عدة حيضتها. لذلك غتزاد إما 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام على حسب فهمنا دابا القصد؟ إذا كاين مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ مؤثرة، لأن تنبني عليها أحكام في قضية
خطبتها، زواجها، نكاحها، قضية الورث وعدمه، بينونة الصغرى والكبرى إلى غير ذلك. فهمنا؟ طيب، الظاهر نقف هنا إن شاء الله تعالى. السن بلغنا 100. ايش بلغنا؟ 100 زيادة 1. مهم إلا غفلتكم ما تقول لي والو، ياك باقي كنقول قد أعذر من أنذر. واش كتحفظوا ولا؟ رجتكم مناسبات، هاد التوقفات اللي كتوقف راه من صالحك انك تراجعاش. حيت بعض الطلبه اش كيدير؟ كيمشي كيحط هذاك الشيء، الله لا راح الله، انا ما عندناش الله على راح الله.